ده مش لويس دياز، ده زلاكا، اللاعب المنضم حديثا لمنتخب مصر واللاعب الوحيد اللي كولر مقتنع بيه جدا وعايز يضمه. زلاكا كولر معجب بيه بطريقه مش طبيعيه، قال لك ده لعيب جامد. لعيب مش بس مميز لكونه مساهم ب5 اهداف في الدوري مع فريقه من اصل 7 اهداف سجلهم الفريق، ولا مميز لكونه بس سجل هاتريك في المباراة الاخيرة ضد فيوتشر، ولكن لانه بعد ما سجل الهاتريك خد الكورة عشان يحتفظ بيها والماتش لسه شغال. خد القميص وجري، خد القميص وجري. لعيب كستايل فهو ميكس ما بين محمد بركات على محمود تريزيجيه، نفس السرعة والمهارة والتميز في الدريبلينج والواحد على واحد. راجل عنده بعض المميزات المهمة جدا اللي خلت كولر حرفيا ينبهر بيه، رغم انه كان غير مقتنع باي اسم محلي ورفض اسماء كتيرة للعيبة بيلمعوا في الدوري المصري زي مثلا مصطفى زيكو والبنوبي. فتعالى النهاردة اقول لك في ظل اقتناع كولر بمحمود زلاكا هل ممكن نشوفه في النادي الاهلي، وهل اصلا ينفع ولا صعب، واقول لك كمان ايه هي ابرز مميزاته، وكمان في الاخر اقول لك على اهم عيوبه واكبر مشكلتين عند الراجل ده. احمد فهيم. محمود عبد الحفيظ زلاكا سنه 25 سنة، بيلعب بالقدم اليمنى ومعار لنادي سيراميكا من نادي بيراميدز. قيمته التسويقية 200,000 يورو ومركزه الأساسي هو جناح شمال. تعال بقى دلوقتي نروح للمميزات، واللي أهمها إنه بسم الله ما شاء الله واحد من أفضل إن لم يكن أفضل لاعب الدوري في تقديم الحل الفردي وإنه يعدي 1 على 1. لعيب بيمتلك مهارة غير طبيعية، وإذا حط الكرة تحت رجله بيقدر يعدي بمنتهى البساطة وبشكل رائع وبارع ومميز. ده غير كمان انه راجل بيمتلك صفات اللاعب الكبير، لا هو بيخاف من المنافس ولا هو بيخاف من صعوبة المباراة. يعني اداؤه في الماتشات الكبيرة وقدام منافسين تقال زي الاهلي والزمالك، زي ما كان بيلعب ضد فرق الدرجة التانية اللي كان وقتها حرفيا قالب على ليونيل ميسي. يعني شوف هنا ازاي الراجل دخل وسط فريق بالكامل ومش خايف وعنده ثقة انه هيعدي، وبالفعل بيعدي من حوالي 4-5 لعيبة وبيسجل جون. ضربة الجزاء مثلا اللي كسبها من اقرب توفيق في مباراة الاهلي كان بيكسب زيها في الدرجة التانية وكان بيعدي بنفس الطريقة بالظبط. اما بقى ابرز عيوب محمود زلاكا انه راجل رقم 1 محتاج يتطور اكتر في الفينش، لانه ما شاء الله بيعمل تقريبا كل حاجة في الكورة، لكن كل ما يقرب ناحية الجون كل ما كفاءته بتقل. يا اما بيضيع ويلعبها غلط من تحت لفوق زي الكرة دي، يا اما بيلعبها وحش جدا زي الكرة دي، او حتى في بعض الاوقات برضو بتدخل لكن تحسها داخله بالعافيه، لانه مش بيقدر يفنش بشكل مميز، وتقريبا بيكثف كل تركيزه في انه يرقص ويعدي بشكل جامد. لكن اللي هيبقى جامد اكتر ان هو يقدر يعمل الحتتين، يرقص بشكل مميز وكمان يفنش بشكل مميز ويسجل اهداف. اما بقى تاني نقطه انه راجل دايما بيلعب وهو وشه للارض وما بيبقاش شايف الملعب كويس ودايما عينيه لتحت، ودي حاجة موجودة عنده من زمان واتحسنت شوية مؤخرا ولكن لسه محتاجة تتحسن اكتر. يعني هنا شوف زميله وهو بيفتح له وزلاكا ما ادالوش، الراجل فتح مرة كمان ونزل لتحت شوية وبيصوت لزلاكا وزلاكا برضه ما ادالوش. هو هنا بالمناسبة مش منفض له لكن فعلا مش شايفه لانه هو ما بيرفعش عينه. هنا كمان نفس الفكرة بالظبط، عايزك تشوف ازاي محمد صادق واقف فاضي تماما ومستني الكورة وبيشاور، لكن برضو زلاكا ما ادالوش ومش شايفه ومش رافع عينه. ودول في رأيي اكبر مشكلتين عند محمود زلاكا، لكن الراجل متطور جدا وبيحسن مشاكله، وبالتالي الارقام بتاعته اتحسنت في الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ جدا. يعني ما شاء الله الموسم الحالي في الدوري مساهم ب5 اهداف في 4 ماتشات، سجل 3 وصنع 2. اما بشكل عام الموسم الحالي موسم 2024-2025 فهو لاعب 10 ماتشات مساهم ب8 اهداف، مسجل 4
وصانع 4. تعالى بقى دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن البروفايل والمميزات والعيوب، تعالى اقول لك موقفه بالنسبة للانضمام للاهلي. وزي ما قلت لك في البداية هو بينال اعجاب كولر، لكن الراجل معار لسيراميكا من بيراميدز بدون احقية شراء، يعني الراجل دلوقتي في ايد نادي بيراميدز، وبالتالي هيكون صعب جدا ان انت تدخل تتفاوض معاه، لان هم بيبقوا متمسكين جدا بلاعيبتهم خصوصا ضد النادي الاهلي. واديك شفت ابراهيم عادل قد ايه الاهلي حاول يضمه ولكن ما قدرش. اخيرا هستناك تقول لي رايك في زلاكا، وهل بتشوفه لعيب جامد ويصلح اصلا لمنتخب مصر وللنادي الاهلي اذا جه، ولا بتشوفه لعيب عنده مشاكل كتير؟ وما تنساش كمان تقول لي عايز فيديو جديد عن مين، واشوفك في فيديو جديد.